تعرف إن في مشروع واحد لو اتنفذ ممكن يزود حصة مصر من المية لأكتر من الضعف، يخلي الزراعة ترجع تغطي نص الصحراء الغربية، يولد كهرباء تكفي تلتين قارة أفريقيا، ويحول مصر لدولة غنية بالدولار من التصدير. تخيل برضو إن المشروع ده واقف على شعرة بين حلم يتحقق وكارثة ممكن تحصل لو سكتنا. المشروع ده مش خيال علمي، ده مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونجو. مشروع مصري قديم رجع دلوقتي بقوة كحل استراتيجي لأزمة سد النهضة. بس هل فعلا نقدر ننفذه؟ وإزاي ممكن يغير وجه مصر للأبد؟ وإيه اللي بيخلي إسرائيل مرعوبة منه وبتحاول توقفه بأي تمن؟ النهاردة هنحكي لك القصة من أولها لآخرها، بالأرقام بالتفاصيل، وبأسلوب بسيط كأنك قاعد معانا على القهوة. يلا بينا نبدأ. ركز معايا في الفيديو ده وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان الحلقات الجاية هتكون أقوى. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر؟ تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنه هذول. قسما بالله اللي هيقرب لها لاشيله من فوق وش الارض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم. عيب أنتوا بتتعاملوا مع ناس كبار. مصر عايشة على شريان واحد، نهر النيل. 95% من أراضي مصر صحراء، و99% من الشعب المصري عايشين على ضفة النهر. يعني ببساطة لو حصلت مشكلة في مية النيل إحنا في مصيبة. دلوقتي نصيب الفرد في مصر من المية أقل من 570 متر مكعب في السنة، وده أقل من حد الفقر المائي العالمي اللي هو 1000 متر مكعب. ومع النمو السكاني اللي عدى 105 مليون نسمة ودخل على 120 مليون، الأزمة بتكبر. ومع سد النهضة إثيوبيا بتحاول تخزن 74 مليار متر مكعب من مية النيل الأزرق، اللي بتمثل حوالي 85% من مية النيل اللي بتوصل لمصر. يعني ببساطة إحنا تحت تهديد العطش. الأزمة دي مش مجرد تخوفات، دي واقع بدأت تظهر آثاره على الزراعة اللي بقت تتراجع، وعلى الأمن الغذائي اللي بقى مهدد. وزارة الموارد المائية نفسها أعلنت إن العجز المائي وصل ل 20 مليار متر مكعب سنوياً، وبتحاول تغطيه من مصادر غير تقليدية زي إعادة استخدام المياه والتحلية والمياه الجوفية. بس التحلية مكلفة جداً، تكلفة إنتاج المتر المكعب الواحد من المياه المحلاة بتوصل ل 20 جنيه في المتوسط، بينما تكلفة الربط مع الكونجو على المدى الطويل أوفر بكتير. وده يخلينا نفكر بجدية في مصادر مياه جديدة تكون مستدامة، وده اللي بيقدمه مشروع الكونجو. نهر الكونجو هو تاني أطول نهر في أفريقيا بعد النيل، وطوله حوالي 4700 كيلومتر. بس اللي بيميزه بجد مش طوله، لأ، دي غزارته الجنونية. نهر الكونجو بيضخ 41 ألف متر مكعب في الثانية الواحدة، وده بيخليه تاني أغزر نهر في العالم بعد الأمازون. الكمية دي تعادل حوالي 1.3 تريليون متر مكعب سنوياً، لكن للأسف أكتر من 1000 مليار متر مكعب منهم بيروحوا في المحيط الأطلنطي من غير ما حد يستفيد بيهم. في الوقت اللي فيه دول أفريقية بتموت من العطش، في نهر بيرمي ميته في البحر ومفيش أي محاولة جادة لاستغلالها. الأغرب إن الكونجو نفسها رغم الغزارة دي بتعاني من ضعف في البنية التحتية ونقص في الاستفادة من النهر. ده بيفتح باب الشراكة، مصر عندها الخبرة الفنية والكونغو عندها المورد الضخم. لو حصل تعاون استراتيجي فعلي يبقى احنا مش بس بنأمن نفسنا، احنا كمان بنساعد دولة شقيقة تطور مواردها. وفي دراسة صادرة من معهد بحوث المية بالقاهرة تم التأكيد إن الاستفادة من 5% بس من مياه نهر الكونجو تكفي لسد العجز المائي في مصر. يعني حتى جزء صغير من الغزارة دي ممكن يقلب حالنا 180 درجة. فكرة ربط النهرين مش جديدة خالص، دي بدأت في عهد الرئيس أنور السادات سنة 1980. وقتها مصر بعتت وفد فني يدرس جغرافيا نهر الكونجو، وبعتوا الدراسات لشركة أمريكية علشان تحط خطة تنفيذ. لكن بعد اغتيال السادات سنة 1981 اتقفل الملف تماماً، ومحدش قرب منه بسبب الظروف السياسية والاقتصادية وقتها. ومن ساعتها المشروع بقى مجرد حلم على ورق، لحد ما ظهر سد النهضة وبدأ يهدد وجودنا المائي. في 2020 حصل تطور مهم، مصر رجعت تبعت وفود فنية وهندسية للكونجو، وبدأوا فعليا في استكمال الدراسات. ومش بس كده، اتعمل بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الري المصرية والكونغولية. البعض شايف إن المشروع صعب أو مستحيل، لكن الأهم
إن مصر بدأت تتحرك. الدراسات اللي اتعملت أثبتت إن في 3 مسارات ممكنة للربط، وفي أكتر من شركة عالمية أبدت اهتمامها بالمشاركة في التنفيذ، خصوصاً من روسيا والصين. وفي تصريحات من مسؤولين كونغوليين بتأكد إنهم شايفين المشروع ده فرصة تاريخية، مش بس لمصر لكن للمنطقة كلها. لو تم ممكن يغير شكل خريطة التنمية في أفريقيا بالكامل. التحدي الجغرافي هو واحد من أكبر العقبات. بين نهر الكونجو وحوض النيل في فرق ارتفاع بيوصل ل 400 متر، يعني المية مش هتمشي لوحدها، لازم تتحمل وتتنقل. الدراسات الهندسية طرحت 3 سيناريوهات للتنفيذ. 1، قناة بطول 400 كيلومتر وفرق ارتفاع 400 متر، ده الحل الأصعب والأغلى لأنه بيتطلب حفر وأنفاق ضخمة. 2، مسار تاني طوله 1940 كيلومتر وفرق ارتفاع 200 متر، أقل تكلفة بس أطول وقت. 3، الحل الأقرب للتنفيذ، 600 كيلومتر مع محطات رفع متكررة بطول الطريق. التقنيات موجودة. في الصين مثلا اتعمل مشروع مشابه في نقل المية من الجنوب للشمال باستخدام محطات رفع عملاقة. يعني الفكرة مش جديدة على العالم، إنما محتاجة إرادة واستثمار. التكلفة الإجمالية حسب بعض التقديرات ممكن توصل ل 120 مليار دولار، وده رقم ضخم بس أقل من خسارة مصر للمية اللي بتمثل حياتها. وفي دراسة مصرية بتقول إن العائد الاقتصادي للمشروع على مدار 30 سنة ممكن يغطي التكلفة ويحقق فائض ضخم كمان. وفي الجانب الفني المشروع محتاج تصميمات دقيقة علشان ما يحصلش ضغط على السد العالي أو فيضان في النيل الأبيض، يعني لازم يتم التنفيذ بشكل تدريجي ومدروس. المشروع ده مش بس نقل مية، ده مشروع قومي بكل المقاييس. فوائده مش هتكون على مستوى واحد، ده على كل المستويات. أولاً المية، حصة مصر حالياً 55.5 مليار متر مكعب. المشروع ممكن يضيف من 50 ل 60 مليار متر مكعب، يعني نخرج من فقر مائي مزمن وندخل في مرحلة أمان واستقرار. ثانياً الزراعة، مصر عندها 8.5 مليون فدان مزروع، بالمشروع ده نقدر نضيف 8 مليون كمان، ده غير الشراكة مع الكونجو في 30 مليون فدان. يعني الأمن الغذائي هيتأمن والصادرات الزراعية هتزيد بشكل ضخم. ثالثاً الكهرباء، السد العالي بينتج 2100 ميجا وات، بالمشروع نقدر نولد 18000 ميجا وات من محطات الرفع والسدود على طول المسار، ده يخلينا نصدر كهرباء ونحقق اكتفاء ذاتي. رابعاً الاقتصاد، تحلية المية مكلفة، المتر بيكلف من 1 ل 1.5 دولار. المشروع هيكلف أقل على المدى الطويل وهيحقق عائد من التصدير والزراعة والطاقة والسياحة. بدل ما نكون تابعين نبقى شركاء، نتعاون مع 9 دول في حوض الكونجو ونعمل تحالفات استراتيجية بدل منازعات، وده يزود تأثير مصر في أفريقيا ويقلل فرص إسرائيل في التحكم بمياه القارة. كل ده يخلي المشروع مش مجرد خط أنابيب، لأ، دي خطة حياة لمصر وللمنطقة كلها. زي ما المشروع فيه مكاسب ضخمة برضه فيه تحديات حقيقية ومش سهل نتجاهلها. أول تحدي هو الجغرافيا، الفرق في الارتفاعات بين حوض الكونجو والنيل مش بسيط، وده بيتطلب محطات رفع عملاقة بتستهلك طاقة مهولة، خصوصا لو بنتكلم عن ضخ كميات ضخمة على مدار السنة. تاني تحدي هو التربة، المنطقة اللي هيتم الحفر فيها صخور جرانيتية صلبة، وده معناه تكلفة عالية جدا في الحفر والبنية التحتية. الدراسات المصرية والكونغولية بتقول إن لازم يتم حفر أنفاق في مناطق معينة، وده بيحتاج تقنيات متقدمة مش متوفرة بسهولة. التحدي الثالث هو فني وإداري، تشغيل المشروع محتاج إرادة عبقرية علشان نوازن بين الضخ من نهر الكونجو ومستوى المية في النيل، علشان ما يحصلش فيضان يهدد السد العالي أو انهيار في المنظومة. أما التحدي المالي فده واحد من أكبر العقبات. التقديرات بتقول إن التكلفة ممكن توصل ل 120 مليار دولار، مبلغ ضخم جدا في ظل أزمة اقتصادية عالمية. في اقتراحات بتمويل المشروع عبر تحالف دولي يضم مصر والكونغو والصين وروسيا، وفي جهات بترشح حتى البنك الدولي، بس كله متوقف على دراسات جدوى اقتصادية مفصلة. وأخيراً في تحدي سياسي، إقناع باقي دول حوض الكونجو بالموافقة، لأن نهر الكونجو مش ملك دولة واحدة، لازم يتم توقيع اتفاقيات دولية تضمن حقوق كل طرف. رغم إن المشروع إنساني وتنموي، إلا إن في قوى بتحاول تعرقله، وعلى رأسهم إسرائيل. إسرائيل شايفة إن لو مصر نفذت المشروع ده هتفقد أهم ورقة ضغط عندها، وهي مياه النيل. إسرائيل على مدار السنين كانت بتدعم مشاريع مائية في أثيوبيا، وبتحاول تحاصر مصر مائياً علشان تضعف موقفها الإقليمي. وجود بديل زي نهر الكونجو معناه إن مصر مش هتكون تحت رحمة سد النهضة. كمان نجاح المشروع ده هيقوي علاقات مصر مع دول أفريقية تانية، وده خطر استراتيجي على النفوذ الإسرائيلي في القارة. وده يفسر محاولات إسرائيل المستمرة للتأثير على بعض دول حوض الكونجو لرفض المشروع أو تأجيله.
في تقارير بتقول إن إسرائيل عرضت على الكونغو مشاريع بديلة بهدف تشتيتها، وفي شواهد على تدخلها عبر شركات استثمار في المنطقة لمنع مصر من تنفيذ المشروع. يعني ببساطة إسرائيل شايفة إن نجاح المشروع ده هيكون بداية النهاية لتحكمها في معادلة المياه في أفريقيا، وهي مش مستعدة تسيب الملف ده بسهولة. في النهاية مشروع ربط نهر النيل بالكونغو مش مجرد أنابيب ومية، ده مشروع وجودي بيتكلم عن أمن قومي، عن غذاء، عن طاقة، عن دور مصر في أفريقيا، عن مستقبل أجيال. المشروع ده فيه مخاطر بس فيه فرص أكتر، محتاج إدارة سياسية قوية، شراكات دولية حقيقية، ودعم شعبي واعي. محتاج نصدق إننا نقدر. لو اتنفذ هنحمي نفسنا من عطش ممكن يجي بعد سنين، وهنخلق مستقبل جديد للبلد دي. ولو سكتنا هنفضل تحت رحمة الآخرين. السؤال اللي لازم كل واحد فينا يسأله لنفسه، إحنا مستعدين نحلم ونشتغل علشان الحلم ده، ولا هنتفرج عليه وهو بيضيع؟ بس كده. وزي ما بنقول دايما على قناة علشان لو حد سألك، لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي شكرا إنك كملت معانا لآخر الفيديو. لو عجبك التقرير ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام. انت مين تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر؟ تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنه هذول. قسما بالله اللي هيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. ارضي وانا حر، ولا تلومن الا انفسكم. عيب